بدايتنا هتكون مع المنتخب الوطني اللي بيواصل التدريبات واستعداداته لمواجهته الثانية أمام منتخب نيوزيلندا. في الحقيقة المنتخب الوطني قدم أداء استثنائيا في الجولة الأولى أمام المنتخب البلجيكي وسط إشادة كبيرة من النقاد والمحللين بأداء الفراعنة. اليوم حنواصل الحديث عن آخر الاستعدادات وكواليس المنتخب وتوقعات النقاد والمحللين لمباراته القادمة، واللي البعض وصفها بأنها لا تقل صعوبة عن مواجهة بلجيكا، خاصة وأن الفريق النيوزيلندي قدم أداء رائعا أمام إيران في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا على الهواء الناقد الرياضي أحمد باهي. أستاذ أحمد، عبر الزوم، عبر تقنية الزوم، أهلا بك معنا. بداية أهلا بحضرتك وبكل السادة المشاهدين. شكرا لك. نبدأ مع المنتخب الوطني المصري، أداء جيد أشاد به جميع المحللين في المباراة الأولى أمام منتخب بلجيكا واللي انتهت بالتعادل 1-1. ماذا عن المباراة القادمة؟ منتخب نيوزيلندا بدوره قدم مباراة قوية أمام إيران واستطاع التعادل 2-2. الخطة الأفضل للتعامل مع نيوزيلندا في المباراة القادمة؟ طبعا بالتأكيد زي ما حضرتك ذكرت، فعلا المنتخب الوطني شرفنا وقدم مباراة قوية جدا أمام المنتخب البلجيكي، وكان أكثر من ند قوي جدا. بل أنا شايف إن هو كان لو كنا قدرنا إن إحنا نحافظ على المكسب كان ممكن تبقى حظوظنا أكبر بكتير. ويمكن زي ما بنقوله، يعني زي ما بيقولوا كده، المنتخب طمعنا بشكل كبير. كان ممكن قبل حتى هدف التعادل إن إحنا نحاول نسجل هدف أو اتنين ونضمن المباراة تماما. ولكن خلاص، زي ما بيقولوا يعني هو ده الوضع الحالي. عندنا مباراة قوية جدا برضو. انا شايف ان المنتخب النيوزيلندي لا يستهان به على الاطلاق. مش معنى ان هو الاقل تصنيفا من ضمن ال 48 منتخب المشاركين في المونديال ان هو ده معناها ان المباراة سهلة او المباراة في المتناول تماما زي ما البعض بيحاول ان هو يروج. شفنا زي رسالة تحذيرية للاعبي والجهاز الفني لمنتخب مصر ان المنتخب النيوزيلندي قدم مباراة قوية جدا امام نظيره الايراني في الجولة الاولى. بل كان هو كان دايما كمان اللي كان بيبادر بيتقدم. بالتسجيل والتقدم في بالظبط. مباراته مع إيران. بالظبط. طبعا نجمهم اللي كان مفاجأة المباراة وهو اللاعب جاست، هو اللي كان دايما بيحرز وبعد كده المنتخب الإيراني يرجع يتعادل. شفنا خبرات كريس وود كلاعب تمرس في الدوري الانجليزي الممتاز. هو حاليا في نادي نوتنجهام، يمكن برغم كبر سنه لكن هو من اللعيبه المؤثره بشكل كبير جدا. فبالتالي المنتخب النيوزيلندي، كل المنتخبات ال 48 منتخب كله داخل بطموحات. شفنا مفاجآت كبيره، شفنا الرأس الاخضر، شفنا حتى منتخب غانا، شفنا اكتر من مفاجاه في خلال البطوله. طيب، لو فده ركزنا معنى. على منتخب نيوزيلندا أستاذ أحمد، اسمح لي، يعني في رأي حضرتك وبناء على مشاهدتنا لمباراة الأولى أمام يعني إيران، أهم نقاط القوة ثم بعد ذلك أهم نقاط الضعف في منتخب نيوزيلندا؟ طيب خلينا نقول يمكن بشكل عام المنتخبات المنتمية لمدرسة الأوقيانوسية اللي هي زي منتخب استراليا. طبعا هو محسوب على آسيا لكن هو أصلا يتبع قارة استراليا أو قارة أوقيانوسيا. ومنتخب نيوزيلندا ومنتخب هايتي شفنا إن هم تطوروا بشكل كبير جدا. شفنا المنتخب الأسترالي بيفوز على تركيا، شفنا هايتي برضو بتقف ند بند. المنتخب النيوزيلندي زي ما قلنا بيعتمد على القوة البدنية بشكل كبير، بيعتمد على اللعيبة اللي هي بتكون اصلا مش هنقول مجنسه لكن هو معظمه بيبقى من المهاجرين اللي كانوا انتقلوا طبعا في فترات سابقه لدوله نيوزيلندا او لجزيره نيوزيلندا تحديدا. لعيبه بخبرات زي ما قلنا كريس وود، زي برضو اللاعب جاست. اكتر من لاعب انا شايف ان هو لازم، يمكن جاست حتى مختلف عنهم شويه، ان هو لعيب بيعتمد على سرعه الحركه لان هو جناح وبيقدر يهرب. فده لازم ناخد بالنا
بالنا منه بشكل كويس جدا في الجانب الدفاعي خاصه. ما ينفعش ان احنا نندفع هجوميا بحجه ان ده فريق اضعف والكلام ده كله. لازم منتخب مصر الجهاز الفني بقياده كابتن حسام حسن ان هو يقسم الماتش بشكل سليم زي ما عمل كده في لقاء بلجيكا. لازم يكون الهجوم بحسبان، ما ينفعش ان احنا نعرض نفسنا او نعرض دفاعنا لهجمات خطيره وهجمات مرتده منهم، خاصه وان احنا لينا تجربه سابقه. لو حضرتك تتذكر في 2012 كان المنتخب الاولمبي احد اسباب ان هو ما قدرش ان هو يصعد وقتها او يكمل في الاولمبياد كان تعادل امام منتخب نيوزيلندا برضو. وقتها كان جيل كان مميز جدا، صلاح والنني واحمد الشناوي واحمد حجازي، وكان منضم ليهم حتى من فوق السن كان ابو تريكه وعماد متعب واحمد فتحي، ومع ذلك ما قدرناش ان احنا نفوز وتعادلنا معاهم 1-1. فكل النقط دي لازم كابتن نقاط حسام يقعد مع الضعف، اللعيبه. نقاط الضعف كابتن أحمد، أهم نقاط نقاط الضعف الضعف اللي ممكن طبعا هم نشتغل عندهم عليها، اكيد الدفاع مثلا. طبعا هم اكيد عندهم سذاجه دفاعيه بشكل كبير جدا، برغم ان احنا شفناهم كانوا ند قوي لايران، وحتى في اللقاء الودي اللي قبل البطوله على طول امام المنتخب الانجليزي خسروا بهدف نظيف واحد فقط لهاري كين. لكن قبلها بايام خسروا من هايتي 4-0. فاذا هم دفاعيا لو قدرت تسجل فيهم بشكل مبكر هينهاروا دفاعيا تماما. هتقدر انت تسجل هدف واثنين وثلاثه وتضمن المكسب. المشكله ان احنا كمان عندنا نقطه ضعف خطيره جدا، وهو فكره العقده من الفوز. احنا لغايه دلوقتي للاسف برغم تاريخ مصر الافريقي القوي جدا، لكن احنا على المستوى المونديالي لم نحرز اي نعم، فوز في كاس العالم. نعم. كلنا طبعا فرحانين بالاداء الطيب جدا امام منتخب بلجيكا، زي ما كنا فرحانين كده اسوه بادائنا امام هولندا في 90. لكن في الاول وفي الاخر دي تعادلات. إن شاء احنا الله لازم تكون المباراة القادمة أمام نيوزيلندا يستطيع أو ينجح المنتخب المصري أن يحقق أول فوز له خلال مشاركاته المختلفة في كأس العالم. الناقد الرياضي أستاذ أحمد باهي، شكرا جزيلا لك. أيضا للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا الناقد الرياضي الجزائري وليد مرجاوي من كانزاس سيتي بالولايات المتحدة. مساء الخير، أهلا بحضرتك معنا على شاشة النيل للأخبار. مساء الخير، شكرا لك ولكل متابعي القناة من مصر ومن مختلف الدول العربية. طيب أستاذ وليد، بداية طبعا يعني أداء المنتخب الجزائري لم يكن للأسف في أفضل أحواله في المباراة الأولى أمام الأرجنتين، لكن تبقى مباراة الجولة الثانية أمام الأردن. كيف يستطيع المنتخب الجزائري أن يتخطى المباراة الأولى ويقدم مباراة جيدة أمام الأردن الشقيق اللي بدورها أيضا ستحاول أن تعود إلى المنافسات مرة أخرى؟ شكرا لك زميلي. بخصوص المنتخب الوطني الجزائري وحظوظ التأهل لا تزال قائمة، لأن منذ بداية أو عند وقوع القرعة في مجموعة الجزائر، في مجموعة تضم الأرجنتين والأردن والنمسا، الكل كان يعلم أن تأهل المنتخب الجزائري لن يمر بالضرورة بالفوز على المنتخب الأرجنتيني القوي. مع بداية هذا المونديال الجماهير الجزائرية والعربية تحمست كثيرا، لكن الحقيقة والمنطق يقول أن المنتخب الأرجنتيني قوي جدا أمام المنتخب الجزائري، بالرغم من أن تاريخ الجزائري أكد في العديد من المرات أنه يقارع الكبار العالميين. نتحدث عن فوز المنتخب أمام المنتخب الألماني سنة 1982 أو النتيجة الخسارة بصعوبة أمام ذات المنتخب في مونديال 2014 أو النتائج الطيبة التي حققتها الجزائر أمام منتخبات كبيرة في تاريخها في المونديال. نعود إلى أرض الواقع. المنتخب الجزائري خسارة بثلاثية لم تكن منتظرة. أكيد المنتخب الجزائري أحدث الكثير من الأخطاء خاصة على المستوى الدفاعي. كانت بعض الأخطاء في الانسجام بين الخطوط، هفوات من الحارس لوكا زيدان كلفت المنتخب الجزائري خسارة بثلاثية. من الجانب النفسي صحيح قد تؤثر على المنتخب الوطني، لكن حاضرون هنا بمدينة كانساس سيتي تابعنا يوم أمس حصة الاستئناف ركز فيها كثيرا الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش على
الأحاديث الجانبية والجماعية مع لاعبيه. ربما فلاديمير بيتكوفيتش يريد إخراج لاعبيه من مشكل الخسارة أمام المنتخب الأرجنتين ليضعهم في صورة ضرورة تحقيق الفوز أمام المنتخب الأردني. نتحدث عن ضرورة تأهل المنتخب الجزائري تمر بالضرورة بتحقيق الفوز أمام المنتخب الأردني، مع احتراماتنا للمنتخب الأردني، لكن على الورق المنتخب الجزائري أقوى من المنتخب الأردني هذه الذي هي أول مشاركة للأردن في كأس العالم على كل الأحوال. نعم، لكن المنتخب الأردني ظهر بوجه طيب حتى في كأس العربية صحيح. الأخيرة له مجموعة جيدة، لكن على الورق، أتحدث على الورق، المنتخب الجزائري أقوى. من خلال الأخبار التي استقصيناها من قبل، المنتخب الأردني يريد التأهل من خلال تحقيق فوز أمام الجزائر. تبقى مباراة ديربي عربي بين صحيح. الأشقاء في المونديال، كل الحظوظ قائمة، لكن المنتخب الجزائري أؤكد لك أنه يراهن على تحقيق فوز أمام المنتخب الأردني، من جهة تسجيل عدد كبير من الأهداف لتدارك تأخر ب3 أهداف أمام منتخب الأرجنتين، لتبقى في حال تحقيق الفوز أمام المنتخب الأردني تبقى مباراة النمسا الفيصل من أجل تأهل المنتخب الوطني. زد على ذلك سقف طموحات الجزائر ارتفعت، لأننا نتحدث عن مشاركة 5 في المونديال. إذا هو ديربي عربي نتمنى بالتأكيد أن يخرج على مستوى كبير يليق بالكرة العربية. أستاذ وليد، يعني دعنا ننتقل لمباريات الجولة الثانية للمنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2026. دعنا نبدأ من مباراة مصر ونيوزيلندا. نيوزيلندا قدمت أداء جيد للغاية أمام إيران، استطاعت أن تتقدم ثم إيران تتعادل ثم تتقدم مرة أخرى، إيران تتعادل. إذن كانت المبادرة دائما مع نيوزيلندا. الفريق يتميز بالقوة البدنية وبالحضور البدني واللياقة البدنية العالية، لكن هناك مشاكل في الدفاع كما سمعنا من محللنا السابق أستاذ أحمد. في رأي حضرتك أفضل طريقة للمنتخب المصري حتى يخرج بطريقة إيجابية وأول فوز له في هذا المونديال؟ والله بصراحة وبدون مجاملة متفائل جدا بالمنتخب المصري، من خلال المنتخب الذي سيطر سابقا على البطولات الإفريقية سواء بالنسبة للأندية أو المنتخبات، لكن مشكل المنتخب المصري في المونديال لم يستطع لحد الآن في تاريخه تسجيل أي فوز. أرى اليوم في مباراة نيوزيلندا فرصة من ذهب للمنتخب المصري من أجل تحقيق أول فوز في المونديال. يأتي هذا بعد ربما العامل النفسي الذي يلعب دورا كبيرا. المنتخب المصري منتشي بالتعادل أمام المنتخب البرازيلي، نتحدث عن منتخب مونديالي، منتخب قوي صحيح. نتيجة فرض منطقه في مباراة، لكن أداء بطولي من المنتخب المصري سيجعله يفوز بسهولة على المنتخب النيوزيلندي الذي لن يستطيع مقارعة المنتخب المصري. إذن حظوظ المنتخب المصري قائمة جدا في التأهل رفقة المنتخبات التي أبانت. المنتخبات العربية إن سمحت نستطيع ربما تقسيمها إلى شقين بالنسبة للمنتخب المصري، السعودي، القطري، وحتى المنتخب المغربي. كلها منتخبات ظهرت بشكل جيد في المباريات صحيح. الأولى، حققت تعادلات أمام منتخبات كبيرة، عكس المنتخب التونسي الذي يبقى استثناء، نتيجة مخيبة ومخيبة صحيح. جدا. إذن نتمنى كل التوفيق للمنتخبات العربية في هذه البطولة وتقديم مستويات تليق بالكرة العربية. الناقد الرياضي أستاذ وليد مرجاوي من كانزاس سيتي في الولايات المتحدة، شكرا جزيلا لك. نستكمل المتابعة والحوار والتحليل مع ضيفنا الكريم من أريباد المغرب، المحلل الرياضي زايد عفوت. أستاذ زايد، مساء الخير، أهلا بك معنا على شاشة النيل للأخبار. مساء الخير سيدي، وتحية طيبة لجميع مشاهدي قناة النيل للأخبار. طيب أستاذ زايد، بداية بالتأكيد بنهنئ المغرب وبنهنئ كل العرب شكرا على هذه المشاركة. يبدو أننا فقدنا الاتصال مع أستاذ زايد، بنعاود الاتصال به بالتأكيد مرة أخرى.
طيب هو معنا عبر الهاتف أستاذ زايد، يعني أداء طيب للمنتخب المغربي في المباراة الأولى والتعادل 1-1 أمام المغرب، لكن دعنا نعبر هذا الأداء ونتجه لمباراة اسكتلندا في الجولة الثانية من الأدوار التمهيدية. إن شاء الله المنتخب المغربي بيحقق الفوز في هذه المباراة. توقعاتك لأداء المغرب واسكتلندا في هذه المباراة المرتقبة؟ صحيح، يعني في البداية حظ موفق لجميع المنتخبات العربية في الجولة الثانية من المونديال. بطبيعة الحال المنتخب المغربي خرج من مواجهته أمام المنتخب البرازيلي بصورة ربما كانت الأكثر اكتمالا عربيا. التعادل لم يكن مجرد نتيجة إيجابية، بل أداء أظهر قدرة التحكم في المساحات والانضباط الدفاعي والانتقال السريع بين الخطوط، وهذه الأفكار ظهرت جليا في عهدة هذا المدرب الجديد محمد وهبي عوض الناخب السابق وليد الركراكي. يعني الانتقال السريع نحو الهجوم دون فقدان التوازن. المنتخب المغربي بدأ فريقا حاليا يعرف ماذا يريد من المباراة وليس لعب المباراة فقط، ولم يظهر أيضا بعقلية انتظار المنافس فقط، وهذا ما شاهدناه جليا في المباراة الأولى أمام المنتخب البرازيلي، لا سيما في الشوط الأول. ولاحظنا كيف فرض المنتخب المغربي قوته وقوة شخصيته على المنتخب البرازيلي المعروف بمهاراته وبقوته، وهو الفائز بكأس العالم ل5 مرات. لكن مواجهة اسكتلندا تطرح أسئلة ربما مختلفة تماما، لأن طبيعة اللقاء لن تشبه مباراة البرازيل سواء من ناحية الخصم مع احتراماته لمنتخب اسكتلندا، لكن ليس هو البرازيل. ومن المنتظر في إطار هذه المعطيات أن تلعب اسكتلندا بتحفظ أكبر أمام المنتخب المغربي الذي يظهر في كل مرة علو كعبه. ويعني في آخر التطورات المنتخب المغربي حاليا يحتل المركز السادس عالميا. هذه كلها أمور يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار للمنتخب الاسكتلندي بطبيعة الحال. ربما المنتخب الاسكتلندي سيحاول تقليل المساحات وإجبار المغرب على بناء اللعب بنفسه، وهو الاختبار الذي قد يكشف وجها آخرا لأسود الأطلس في هذه المباراة التي ربما سيميزها الاندفاع البدني والتكتيكي أكثر. طيب وحضرتك بتتكلم عن الانتفاع البدني والتكتيكي واجواء اللي بتكون حاره عاده في الملاعب في خلال هذه البطوله، تاثير درجات الحراره المرتفعه وبعض المسافات والسفر لمسافات طويله، هل تعتقد انه ممكن يكون ليه اداء او تاثير سلبي على سواء اسكتلندا او المغرب؟ نعم سيدي، مما لا شك فيه. يعني بطبيعة الحال المنتخب المغربي انتقل من مدينة نيويورك إلى مدينة بوسطن، وهي مسافة ليست بالقصيرة. يعني لو أنه يعني ذهب بالطائرة فهذا عامل مؤثر حتما، سواء بالنسبة للمنتخب المغربي أولا، وكذلك بالنسبة للمنتخب الاسكتلندي. عامل السفر والمسافات الطويلة حتما هي مؤثرة، ترهق اللاعبين. كذلك التأقلم مع الأجواء، وأنت ذكرت عامل الحرارة يعني والرطوبة العالية. هذه كلها عوامل تؤثر بطبيعة الحال على أداء اللاعبين. ولاحظنا الفيفا في بروتوكوله، يعني نشاهد في المباريات المونديالية الآن هناك كل 20 دقيقة 25 دقيقة يتم التوقف لتزويد اللاعبين بالماء لترطيب الجسم. هذا ما يؤكد بأن المباريات واللاعبين والمنتخبات بصفة عامة يتأثرون بعامل الحرارة، بعامل الأرض، بعامل الأجواء المحيطة كذلك. يعني هذه كلها أنا أعتبرها خصوم غير صحيح. مرئية للمنتخبات وللاعبين. هذه خصوم الحرارة والأجواء والأرضية
كلها عوامل غير مرئية بالنسبة للمنتخبات، صحيح، وتؤثر بشكل أو بآخر على جميع المنتخبات المشاركة في هذه البطولة. عفوا على المقاطعة، لكن دهمنا الوقت. نتمنى بالتأكيد كل التوفيق للمنتخب المغربي ولكل المنتخبات العربية المشاركة في هذه البطولة. تقديم أداء جيد يمثل أو يعبر عن الكرة العربية بشكل جيد. من العاصمة المغربية الرباط، الناقد والمحلل الرياضي زايد عفوت، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام. بهذا نصل إلى ختام هذه التغطية الخاصة وكأس العالم 2026 اللي بتستضيفه الولايات المتحدة، المكسيك وكندا. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.